من مسجد الفتح. نشوفه مع بعض. واضح ان اللي بيخرج من غير ما يبقى فيه اشتباكات مفيش اي نوع من انواع التعدي بيحصل عليه، ولا اهانه ولا تهديدات ولا اهو الدكتور سعد عماره اهو وهو خارج. هم على فكره هو اللي خارجين كانوا مسرعين لان هم خايفين من الاهالي، ده كل ما في الامر، مش لان القوات الامن ولا القوات المسلحه بتهددهم. نرجع كده تاني من قبل ما يجي وجه الدكتور سعد عماره. هم خارجين مسرعين لان دلوقتي بالنسبه للناس اللي كانت موجوده، يعني هو المشكله كان في ان الاهالي يحصلوا على حد، هي دي كانت بتبقى مشكله، لكن هم بيبقوا خارجين مسرعين وقوات الامن والجيش هم اللي بيحموهم. الجيش وفي كمان زي كردون حواليه لحمايته من ان الناس تقرب او تتعدى. ما هو يعني الناس برضو قعدوا ليلة بحالها في رعب وفي ضرب نار وحرايق. هو صحيح برضو مش المفروض ان حد يتعدى على حد، لكن انا بتكلم ان سبب الغضب هو ان قعدوا ليلة بحالها في رعب. فعلى كافة الاحوال الامن شعر بان ده اللي هيحصل، ففي طوق امني بيبقى موجود حوالين اللي خارج من المسجد.